تعالوا بينا نعمل الأكلة الشتوية دي من غير ولا غلطة زي ما بيقولوها، بمقادير مظبوطة 100%. طبعا انتوا شايفين الشكل عامل ازاي. لو انت آخر الشهر تعالي اعملي الأكلة الحلوة دي. لو الميزانية مخرمة معاكي، نصلي كده على سيدنا محمد ويلا بينا نبدأ الوصفة. عندي نص كيلو من الفول المدشوش، نقيته وغسلته كويس جدا ونقعته في مية سخنة. تمام، حوالي ساعة. عندي هنا حزمة بقدونس، حزمة شبت، حزمة كزبرة. يبقى النص كيلو عليه 3 حزم خضرة. جبت هنا عندي حلة فاضية ونزلت بيها بنص كيلو من الفول المدشوش زي ما انتوا شايفين كده، اللي انا نقعته وصفيتهم المية. وبعد كده هروح حاطة 3 حزم من الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، من غير ولا غلطة. امشي بالمقادير دي مظبوط. عندي هنا بصلاية متوسطة الحجم، هقطعها 4 تربع. وعندي هنا 4 فصوص كبار من التوم. مسكت كده البصلاية هقطعها، ادي النص التاني. وحطيت التوم وهحط لترين مية عليهم. تمام، يبقى ال3 حزم على نص كيلو الفول على البصلاية 4 فصوص توم، هنحط عليهم لترين من المية وهنحطهم على النار. تمام، وانا شغالة فيها كده وهي على النار نعمل شوية بتنجان مخلل بقى زي الكتاب ما بيقول. ما هي الأكلة دي مش هتمشي غير بالبتنجان المخلل. نزلت هنا بشوية كمون وشوية ملح، وهدي تقليبة وهسيبها تاخد وتدي مع بعض زي العدس كده لحد ما يستووا معايا ويتهرسوا في بعض كده. تمام، هنا كان عندي الزيت بتاعي سخن، مش لازم زيت غزير خالص. جبت البتنجان غسلته وشقيته من النص ونزلت بيه في الزيت عشان خاطر اقليه. حابة تعمليه مسلوق، حابة بس طريقة البتنجان المخلل دي تحفة جدا. تابعي الفيديو واحفظي وصفتك عندك وجربي المقادير بدون ولا غلطة. لو انت اول مرة تدخلي المطبخ تعملي البصارة هتبقي معتمدة فيها. بصوا شايفين هنا عندي ما شاء الله بتستوي. طبعا انتوا عارفين ان في ناس صعايدة بيعملوها بالملوخية الناشفة وما بيحطوش اضافة خضرة خالص، بيضيفوا الملوخية الناشفة فيها. تعالوا بينا نعمل احلى شوية دقة مظبوطين لشوية البتنجان. جبت عندي هنا لو عندك مفرمة او كبة او هاند بلندر او هون على حسب ما بتستخدمي. جبت عندي هنا المطحنة بتاعة الخلاط عشان مش كنتش حابة ان انا اخد وقت. حطيت فيها كام فص توم كبار كده، على 3 4 قرون فلفل حامي، وحطيت عصير ليمونة كبيرة، وحطيت ملح، مش اكتر من كده. هقفل المطحنة وهبدأ ان اطحنهم كده في المطحنة بتاعتي. لو عندك هاند بلندر هيمشوا برضو، اي حاجة لو هتدقهم على ايدك. هجيب عندي هنا ارص البتنجان كده وافتحه مع بعض عشان خاطر اخلله بالدقة اللي عملناها دي بكل سهولة. وانتي واقفة تعملي احلى طبق بتنجان مخلل للوصفة بتاعتنا النهاردة. بفرد كده البتنجان المخلل، قصدي الخلطة التتبيلة. وهجيب عندي ليمونية كبيرة وهبدأ ان اعصرها. بحب اضافة الليمون اكتر من الخل كمان في البتنجان. حابة تحطي خل مع الليمون حابة، بس انا بحب عصير الليمون فيه اكتر حاجة. بعد بقى ما الخلطة بتاعت البصارة بتاعتي استوت، ببدأ ان انا طبعا اخدها عندي في الخلاطة اطحنها. لو عندك هاند بلندر تمام. بعد ما اطحنها هرجعها في الحلة زي ما انتوا شايفين. وهنا بعمل لها طشة توم بالزيت. بجيب عندي 5 6 فصوص توم كبار وبروح حطلها طشة بالكزبرة والزيت. تمام، خلاص. بعد كده ما خدت اللون الذهبي هروح نازلة فيها على البصارة بتاعتي. اللهم بارك يا رب. شايفين القوام من غير ولا غلطة.
وصفة معتمدة. هنديها غلوة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هظبط الملح وهظبط الكمون، ومش هحط اي اضافات. وطبعا حطيت شوية كزبرة ناشفة. بعد ما غليت كده كأني بعمل رز بلبن بالظبط، هروح حاطة البصارة بتاعتي في الأطباق زي ما انتوا شايفين، وهسيبها لحد ما تمسك نفسها. بصلتين متوسطين أو بصلتين كبار، عليهم معلقة كبيرة من الدقيق، دعكتهم في بعض، وهبدأ اني اشوح فيهم عشان خاطر اعمل رشة البصل دي اللي بتبقى على الوش، اللي بتدي طعم حلو قوي. خلاص كده حمرت البصل، هبدأ بقى اوزعه فوق البصارة، واكلة جميلة جدا جنب شوية عيش ناشف بقى او عيش ملدن. لو انت اخر الشهر كده وميزانيتك مخرمة معاكي، مفيش احلى من الاكلة دي، وطعمها حلو جدا ومظبوطة جدا. لو انت اول مرة تعمليها، الطريقة دي هتبقى معتمدة. يا ريت بقى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب طبخ ومعلومات مفيدة مع هدير، وما تنسيش متابعة الفيسبوك. اشوفكم على خير، السلام عليكم.